السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية أحب أرحب بجماهير المارد الأحمر ونادي القرن وبطل أفريقيا النادي الأهلي. بتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ليصلك كل جديد عن النادي الأهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في أول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عندنا اخبار عن النادي الاهلي وتصريح مستر كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه، وعندنا تصريح لميدو، تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، وعقوبات رابطه الانديه لجماهير النادي الاهلي. في البدايه هناخد خبر في الجول. خبر في الجول: احمد ابو الوفا استشاري الطب النفسي ينضم للجهاز الطبي للاهلي، وطبعا دي حاجه كويسه بحيث انه يقدر يساعد اللعيبه على تجاوز الصعوبات وكمان النتائج السيئه اللي كانت في الفتره اللي فاتت، وان شاء الله تبقى حاجه كويسه للعيبه وتقدر تساعدهم في الفتره اللي جايه. عندنا تصريح كولر في المؤتمر الصحفي بيقول: احنا مستعدين اننا نحارب لحد اخر دقيقة على حلمنا. في بعض الصعوبات، لكن عندنا قايمة كبيرة ولاعيبة كبيرة قادرة تلعب باسم الاهلي، وهنحاول نعمل كل ما في وسعنا اننا نصعد في من المجموعة يعني. وكمان عندنا خبر اتحاد الكورة تعاقد مع البرتغالي بريرا لرئاسة لجنة التحكيم، وطبعا انا بتمنى انه يقدر يشتغل ويلاقي حد يسانده، بالذات اتحاد الكورة هو اول واحد لازم يسانده عشان التجربة ما تفشلش زي التجربة اللي فاتت مع كلاتنبرج. واتمنى ان اتحاد الكورة يعني يسانده ويساعده ان هو يقدر يطور من اداء الحكام في مصر. تصريح ميدو بيقول: مروان عطية واحمد القندوسي اضافة قوية لخط وسط الاهلي وحلول جيدة امام كولر. هو ان شاء الله بنتمنى ان ده يحصل، وهي فعلا لعيبة كويسة ولعيبة تقدر تعمل مستوى احسن من كده كمان. تصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ بيقول: في آخر 3 بطولات توجهنا بها إلى أفريقيا 2013 و2020 و2021 واجهنا نفس الصعوبات في دور المجموعات، ورغم ذلك صعدنا بمثل هذه الظروف. وده طبعا أنا قلته في الحلقات اللي فاتت إن إحنا واجهنا صعوبات في دور المجموعات، لكن إن شاء الله ربنا بيكرمنا وبنقدر نوصل للادوار النهائيه، وان شاء الله ده هيحصل برضو السنه دي، والاهلي يقدر يتاهل للادوار النهائيه حتى لو قابلته بعض العراقيل في دور المجموعات. عندنا موضوع غريب، مش غريب بس موضوع مستفز بصراحه جماهير النادي الاهلي. تقرير رابطه الانديه ستوقف 930 مشجع للنادي الاهلي مباراتين بسبب سباب جماعي في مباراة الأخيرة أمام الداخلية بالدوري المصري. أنا بصراحة أنا عايز أعلق على الموضوع ده وأقول إن أنا شايف إن اتحاد الكورة ما بيشوفش غير الأهلي، أو ما بي أو لو عايز يعمل عقوبة ما فيش عقوبة غير على الأهلي. الجماهير كذا مرة جماهير تتعاقب بإنها ما تحضرش مباراتين عشان بيقولك بسبب السباب. طب انا ليه ما بشوفش العقوبات دي على الانديه التانية، او بمعنى اصح على جماهير الزمالك؟ جماهير الزمالك بتعمل افظع من اللي بيعمله جماهير الاهلي، ولكن ما بنشوفش رد فعل من اتحاد الكوره او من رابطه الانديه او اي عقوبات تخص نادي الزمالك. واقل حاجه بيعملوها ان بيقولك ان الحاجات اللي بتحصل من جماهير نادي الزمالك ده مجرد تشجيع وحماس. حاجة غريبة وحاجة أول مرة نسمعها.
لكن انا الموقف ده يعني مش غريب طبعا على اتحاد الكوره ولا رابطه الانديه، بس انا عايز اتكلم على الناس اللي موجوده في رابطه الانديه او اتحاد الكوره، الناس اللي هي محسوبه على انهم من الاهلي، مثلا زي عماد متعب في رابطه الانديه، او بركات في اتحاد الكوره. ليه الناس دي يعني لما بتشوف حاجه زي دي او بتشوف ظلم على النادي الاهلي ما بنسمع لهاش صوت؟ يعني انا عايز اسال سؤال، يعني ليه عماد متعب مثلا لما بيشوف ان في ظلم واقع على النادي الاهلي ما بيتكلمش، ما بيقولش حاجه؟ وبرضو بركات برضو بنفس الموضوع، مش حاسين ان يعني ان في حد في ظهر النادي الاهلي في اتحاد الكوره او في رابطه الانديه. واحنا مش عايزينهم يعني يجاملوا الاهلي او يقفوا مع الاهلي في حاجه غلط، لا هم يقفوا مع الحق، بس احنا مش حاسين، احنا كجمهور مش حاسين بده من عماد او من بركات. في حاجة كمان برضو كنت عايز اتكلم عنها، هو انحياز، مش انحياز، هو ضغط الاهلي في المباريات. الموضوع اللي حصل بالنسبة لماتش المقاولين، اللي هم صمموا ان الاهلي يلعب مع المقاولين قبل ماتش سان داونز، ده بيفكرني بماتش سان داونز اللي احنا خسرناه 5-0. كان قبليها برضو كان في ماتش مع الاتحاد الاسكندري في الاسكندرية، والاتحاد ساعتها صمم ان الاهلي يلعب المباراة قبل ما يسافر، وكان قبل المباراة ب4 ايام او حاجة. وحصل بقى ان ضغطوا الاهلي برضو في المباريات زي دي، نفس اللي حصل السنة دي هو اللي حصل المرة اللي فاتت. ومش عارف هم ليه بيعملوا كده مع النادي الاهلي. وحاجه غريبه، يعني النادي الاهلي النادي الوحيد في مصر هو اللي بيتوج بالبطولات، وبطولات افريقيه وبطولات عالميه، زي مثلا كاس العالم للانديه. والمفروض ان النادي الاهلي بالنسبه لاتحاد الكره هو بيشرف اتحاد الكره. النادي الاهلي هو الوحيد اللي بيشرف مصر وبيشرف اتحاد الكره. فانا شايف ان اعضاء اتحاد الكوره بيقفوا ضد النادي الاهلي، او مش بيساعدوه، او مفيش دعم منهم. يعني حتى لما كانوا بيلعبوا في كأس العالم أندية مفيش حتى بيان تهنئة للنادي الاهلي على ادائه في البطولة او على المركز اللي هو حصل بيه. حاجة يعني طبعا احنا الحاجات دي احنا واخدين عليها، بس الواحد بقى الموضوع بقى مستفز، وهم بصراحة يعني بقوا مفضوحين. يعني المواضيع دي بقت يعني بقوا مفضوحين قوي، يعني باينين قوي ان في تربص بالنادي الاهلي بالنسبه في مواقف زي دي. ليه؟ ايه المانع لما تاجل الاهلي ماتش المقاولين عشان يقدر يلعب ماتش سان داونز وهو مستريح، وهو واخد الاستشفاء بتاعه، حتى نقدر يعني اللعيبه المصابه تقدر يعني نلحق لعيب او اتنين من المصابين يرجعوا ويقدروا يشاركوا في ماتش سان داونز. بصراحة يعني لنا الله، ومش عارف اقول ايه، بس كل اللي عايز اقوله ان شاء الله برغم كل الصعوبات اللي الاهلي بيواجهها، ان شاء الله ربنا هيقف معانا وهنتأهل من دور المجموعات وهنوصل للنهائي غصب عن اي حد عايز يقف قدام الاهلي. في النهاية انا طبعا بشكر جماهير النادي الاهلي، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. وبأكد على كل اللي يشوف الفيديو يا جماعة، كل اللي يشوف الفيديو يعمل لايك وشير، اهم حاجة الشير، لان لما تعمل شير الفيديو بينتشر وصوتنا بيوصل لكل الناس. ونستنى ان شاء الله دعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.